السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك علينا وعلى حضراتكم. يوم الجمعة المبارك ده يوم بيبقى له طابع خاص، تتوجه فيه بالدعاء لربنا سبحانه وتعالى. أتمنى إن أيامنا الجاية تكون أيام أفضل. من قلب الطبيعة حضراتكم في يوم جمعة مبارك، وحديث من القلب. لا نمل ولا نكل حضراتكم من إن إحنا نقول إن الأسرة أو الشعب المصري بيعاني وبيعيش أيام صعبة، وكما يقولون ليس لها من دون الله كاشف. حقيقة ليس لها من دون الله كاشف. الناس بتلجأ للحق سبحانه وتعالى عشان يخفف عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعنكم، لأن الحال لا وجود العقل والمنطق فيما يعيشه الناس. لو هنختصر العبارات حضراتكم ونقول لو حضرتك بتقدر تشيل 50 كيلو عفوا عفوا مطلوب منك تشيل طن. طب ازاي؟ أي عقل وأي منطق. الناس بتشتغل شغلانة واثنين وثلاثة عشان تلبي احتياجاتها الأساسية، الضروريات، مش عشان خاطر الرفاهيات. لا وجود للرفاهية. الناس بتترعب لما بيجي صاحب الفواتير حط ايدها على قلبها، وبتترعب اكتر لما ابنك او بنتك يكون عايز شيء وانت عاجز، تشعر بالعجز، تشعر انك بتموت من القهر. غلاء المرعب وارهاق الاسر والتفكك الاسري، وعفوا نسبة عدم الإقبال على الزواج نظرا لارتفاع التكاليف الحياتية. وضع محزن. نسأل الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة أن يغير الحال للأفضل. في سؤال هنا حضراتكم بيتردد: هل الشعب المصري يستحق حياة أفضل؟ نعم بكل تأكيد. الشعب المصري من أفضل الشعوب، شعب راقي ومتحضر وبيقبل بأي شيء، بيقبل بالستر ويقول الحمد لله. لكن الموضوع حضراتكم تجاوز الحدود. الناس مش عايزة تكون أغنية، الناس عايزة تعيش بس، تلبي احتياجاتها الأساسية، اللي بقت أمر مستحيل وصعب. وأي حد يقول لك غير كده كأنه مش عايش معانا. تخيل حضرتك إنك تكون عاجز قدام احتياجاتك الأساسية. في يوم الجمعة المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير حالنا ويدخل السعادة على كل الأسر المصرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنكم وأن يقضي علينا الدين. ديون النهاردة حضراتكم بقت أمر مرعب. الأسر المصرية معظمها مدان، بيقترض عشان يعيش، مش بيقترض عشان يعمل مشروع، ده بيقترض عشان ياكل. شوف وصلنا لإيه. جمعة مباركة علينا وحضراتكم. ندعو لينا ولحضراتكم أن يغير حالنا وحالكم للأفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.